واشتعال الاشتباكات بشكل أوسع، إلا أن ما حدث بالفعل كان هو الأسوأ. ومع خروج الدولة من بعض المناطق بدأت مجموعات مسلحة من السويداء بشن هجمات انتقامية عنيفة ضد البدو وعائلاتهم، ما أدى إلى تهجير جماعي للسكان وخلق حالة من الرعب والفوضى. هذه الهجمات الانتقامية التي ترافقت مع انتهاكات لحقوق الإنسان دفعت باقي العشائر العربية إلى التوافد لفك الحصار عن البدو داخل السويداء، مما أدى إلى تصاعد التوترات وتغيرات كبيرة في المشهد الأمني في سوريا. وفي ظل هذا المشهد المأساوي تلقت الحكومة السورية العديد من الدعوات الدولية للتدخل مجددا من أجل وقف ما يجري وفرض الأمن والاستقرار في البلاد. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى ما يلي. أولا، إن المصالح الضيقة لبعض الأفراد في السويداء ساهمت في حرف البوصلة، حيث ظهرت طموحات انفصالية